السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب حبايبي، طلاب الصف الثاني الثانوي سواء علمي أو أدبي. دلوقتي إن شاء الله هحل لك واجب التفاضل الدرس الأول والدرس الثاني بإذن الله. يلا كده معايا نشوف واجب الدرس الأول. أول حاجة كان سؤال بسيط جدا بيقول لك نهاية الخمسة عند السين تقول لاتنين. هو أنا المفروض بشيل كل سين وأحط مكانها اتنين، بس أصلا ما فيش سين، دي دالة ثابتة. كنا بنقول نهاية أي دالة ثابتة نفسها، يعني دي خمسة تنزل زي ما هي خمسة. يبقى انا بالنسبه لي اول واحد طلع كام؟ طلع خمسه. تعالى في اللي بعديه. اللي بعديه نفس الكلام، انا بعوض تعويض مباشر. السين تقول لاربعه بصفر، فانا بالنسبه لي اشيل كل سين واحط مكانها ايه؟ صفر. يبقى انا بالنسبه لي جذر 4 ناقص صفر اس 2 يعني صفر. يعني جذر الاربعه، ما هو صفر ناقص 4 ب4، جذر الاربعه بكام؟ ب2. يبقى دي كمان طلعت ب2. تعالى اللي بعديها، انا عايز اشيل السين واحط مكانها كام؟ 4. يبقى أنا هشيل كل س وأحط مكانها 4، يعني هتبقى 3 في 4 ناقص جذر الأربعة. 3 في 4 يعني 12 ناقص جذر الأربعة ب2. 12 ناقص 4 12 ناقص 2 كام؟ فيها 10. يبقى أنا بالنسبة لي الإجابة طلعت ب10. خلاص الموضوع زي الفل. تعالى في اللي بعديها، هشيل كل س وأحط مكانها كام؟ 3. فأنا بالنسبة لي هيبقى أشيل كل س وأحط مكانها 3، فهتطلع معاك المسألة بصفر على صفر. ليه؟ باينه اهي تحت. 3 ناقص 3 بصفر، ودي تبقى 3 أس 2 ب9 ناقص 21 زائد 12، تطلع فوق بصفر وتحت بصفر. خلاص كده؟ طالما طلعت بصفر يبقى بتجه للخطوه اللي بعديها اللي هي كانت الايه؟ جدع، كانت التحليل. فيلا نحلل. هقول نهايه السين تقول لي 3، واحلل البسط والمقام اللي ينفع يتحلل بحلله. اللي فوق ده مقدار ثلاثي، يبقى انا بالنسبه لي قوسين وبكتب س وس، وال 12 3 في 4، 3 في 4 ب 12، ولو جمعتهم يطلع كام؟ 7. الأخيرة موجب، يبقى الاتنين زي الأوسط سالب، سالب وسالب. اللي تحت س ناقص 3 ما فيهاش تحليل ولا أي حاجة. هطير اللي هما شبه بعض، ده أديهم مع ده كنا بنسميه العامل الصفر اللي هو بيبوظ المسألة. طب يعني إيه السين تقول لي 3؟ هشيل السين وأحط مكانها 3، فهتبقى 3 ناقص 4، تحت مفيش حاجة خلاص. 3 ناقص 4 بكام؟ بسالب 1. يبقى انت كده زي الفل وعلى المظبوط. تعالى في اللي بعديها، انا عايز ايه؟ اول حاجه اعوض تعويض مباشر. هو اول حاجه انا بشيل السين واحط مكانها صفر، فيبقى انا بالنسبه لي صفر ناقص صفر بصفر، وتحت في صفر، يبقى دي بالنسبه لي كميه غير معينه. معرفهاش، كميه غير معينه. بتجي للتحليل، يلا نحلل. فانا بالنسبه لي هقول نهايه السين تقول لي صفر، واحلل بقى معايا. س اس 2 ناقص س، هاخد س عامل مشترك، خدت س اتفضل لي س ناقص، خدت س اتفضل لي 1، وتحت س تنزل، فتلاقي ان السين اللي فوق تتيجي مع السين اللي تحت، يتفضل لي س ناقص 1. اعوض بقى عن السين بكام؟ السين بصفر، هيبقى بالنسبه لي صفر ناقص 1 تطلع بكام؟ سالب 1. خلاص كده زي الفل زي الفل. تعالى في اللي بعديها. اللي بعديها هو مديك النهايه بتساوي 4 وعايز قيمه الف. من الواضح ان انا لو عوضت باثنين المقام مش هيطلع بصفر، يبقى هي جنب التعويض المباشر من غير محلل ولا حاجه. يعني ايه يا جون؟ يعني انا هشيل كل س واحط مكانها 2، ففوق مفيش س، وتحت مكان السين 2، فهيبقى 2 و1 يعني 3. هو بقى مديني النهايه بتاعت الكلام ده طلع بكام؟ ب4. طبعا الاربعه ملهاش مقام، مقامها 1 وهضرب مقص، يبقى 1 في الف بالف بتساوي 4 في 3 ب 12، يبقى الالف طلعت ب 12. يبقى انا بالنسبه لي الاختيار رقم ج. اللي بعديه برضه سؤال بسيط. ايه هو؟ هو عايز يجيب النهايه عند السين تقول له 1، فانا هشيل السين واحط مكانها 1. فانا بالنسبه لي هيبقى فوق 1 ناقص 1، هو 1 اس 2 يعني 1 في 1 ب1، 1 ناقص 1 يعني صفر، وتحت كمان بصفر، ما هو 1 ناقص 1 بصفر. يبقى انا بالنسبه لي لازم اتجه للسكه اللي بعديها اللي هي كانت التحليل. يبقى انا اقول له نهايه السين تقول لايه؟ لواحد. هحلل اللي فوق قوسين، ده فرق بين مربعين. السين أس 2 تبقى س وس، والواحد واحد وواحد، واحدة موجب وواحدة سالب. اللي تحت س ناقص 1، طيب اللي هم شبه بعض، يبقى بالنسبة لي ده يتيهم مع ده. اتفضل لي س زائد 1، أعوض بقى بعد ما طيبت تتعوض عادي. هشيل السين وأحط مكانها 1، فهيبقى 1 زائد 1، السين دي مكانها 1 يطلع بكام؟ ب2. يبقى الإجابة طلعت ب2. موضوع سهل وبسيط، خلي بالك التفاضل حلو ولذيذ، بس ذاكره في البداية أول بأول، ما تكروتهوش. تعالى في اللي بعديه، انا هشيل كل س واحط 3،
هتطلع معاك صفر على صفر، كميه غير معينه. طب اعمل ايه؟ احلل البسط والمقام اللي ينفع يتحلل. يبقى س تقول لي 3، فوق مش هتتحلل س ناقص 3. ليه؟ ما هو ما فيش اصلا اس 2 ولا عامل مشترك ولا في اي حاجه. تحت دي فرق بين مربعين، يبقى قوسين وكسر الاول والاخير، يبقى س وس، والتسعه 3 و3. الاشارات واحده كانت موجب واحده كانت سالب. طب وبعدين بقول قبلين هطير ده مع ده، فوق ما فيش حاجه يبقى واحد، في ناس كتير بتنسى تكتبه. وتحت 3 زائد 3 باصين ب3 ب6، يبقى الاجابه 1 على 6. لما اديت السؤال ده في الحصه في ناس كتير بهوات طلعوه بكام؟ طلعوه ب6 بس. قال لك ما فوق ما فيش حاجه يبقى الاجابه 6 بس. غلط. السته اللي تحت دي طلعت، السته طلعت من تحت، 3 و3 6 بس دي تحت، فوق ما فيش حاجه يبقى 1. يبقى الاجابه 1 على 6 يا بيه. تعالى في دي، هنا هنعوض تعويض مباشر، لازم قبل كل حاجه تعوض تعويض مباشر. مفيش حاجه اسمها حلل على طول، ما ينفعش. ليه بقى؟ لان لما تعوض تعويض مباشر، تعالى بص بقى هنا، انا هشيل كل س واحط -1، هيبقى -1 أس 2 يعني بواحد. سالب سالب ينزل، والس دي مكانها -1، هيبقى سالب في سالب بموجب 1 ناقص 6 على -1 زائد 1 تطلع بصفر. فيطلع لفوق بكام؟ 1 زائد 1 ب2 ناقص 6 بسالب 4 على الصفر. ما طلعتش غير معينه، ده طلعت غير معرفه، يعني ملهاش نهايه. يبقى انا بالنسبه لي الداله كده ليس لها نهايه، تمام؟ او اقول له غير موجود على حسب بقى الاختيارات، بس هي ملهاش نهايه لان هي طلعت غير معرفه، ما اعرفهاش فملهاش نهايه. لو كنت انت حللت ما كنتش هتلاقي حاجه تطيرها وتفضل باصص للورقه، ما تحللش الاول. لازم اول ايدك ما تاكلكش، ايدك ما تاكلكش، لازم اول حاجه اعوض. عوضت خلاص حلل بقى. لو طلع 0 على 0، طب ما طلعش 0 على 0 خلاص سيبها، انت هتعمل ايه؟ كده السبوره الاولى خلصت. يلا نبص على السبوره الثانيه. يلا كده يا شباب نشوف السبوره الثانيه ونشوف الكلام فيها على ايه. اول حاجه هو بيقول لي عايز النهايه عند السين تقول لي -1، فهشيل كل س واحط -1، فهتطلع المساله وش قدامنا ايه؟ 0 على 0، يعني كميه غير معينه. اول حاجه لازم تعملها التعويض المباشر. فشل خلاص حلل بقى، حلل. طالما فشل حلل، يبقى الس تقول لي -1، حل اللي فوق. اللي فوق ده ثلاثي، يبقى انا هفتح قوسين كده واحلل. الس أس 2 يعني س وس، الخمسه كام في كام؟ 5 في 1. الاخيره موجب، يبقى الاثنين زي اللي في النص موجب وموجب. اللي تحت برضه ده مقدار ثلاثي، هيتحلل ازاي؟ قوسين قد بعض. الس أس 2 تبقى س وس، والأربعة تبقى 4 في 1. الأخيرة سالب، يبقى الكبير زي اللي في النص. مين الكبير؟ سالب، اللي هي تبقى 4، وعكس السالب تبقى إيه؟ موجب. هتلاقي يا برنس إن هنا س زائد 1 مع س زائد 1 باي باي. يبقى أنا هعوض بقى عن كل س -1. هشيل الس دي واكتب -1، -1 زائد 5 تطلع فيها 4، واشيل دي واحط -1، -1 ناقص 4 فيها -5، 4 على -5 هي -4 على 5، السالب تحت او فوق عادي. يبقى انا عندي الاجابه -4 على ايه؟ على 5. تعالى في اللي بعديها، انا اشيل كل س واحط مكانها 2. انا مش عارف هي 2 ولا جذر 2، هنشوف. هي تقريبا جذر 2. هنأمن برضه عليها كده. السؤال عندك دوت كان رقم 11، كانت جذر 2، ديت جذر 2، عشان يبقى طلع لك نفس الناتج بالظبط اللي عندك. هشيل كل س واحط مكانها جذر 2، يبقى جذر 2 أس 4 زائد 2 في جذر 2 أس 2 ناقص 3. هتدخل كل ده على الآلة، يبقى أنا بالنسبة لي همسك الآلة وأفتح قوس وأكتب جذر 2 أس 4 تمام زائد 2 في جذر 2 وأقفل القوس وأكتب أس 2 ناقص 3. يطلع معايا الناتج ب5. يبقى أنا بالنسبة لي الناتج طلع بكام؟ ب5. كل ده طلع ب5. تعالى اللي بعديها. انا بالنسبه لي لازم اول خطوه اعمل تعويض مباشر، يعني اشيل الس واحط مكانها كام؟ -1. هتعوض، ايوه هتطلع 0 على 0. خلاص الموضوع واضح وباين. شيل كل س واحط -1 تطلع 0 على 0. اللي فوق بقى بص، 2 س أس 3 زائد 2، ممكن اخد 2 عامل مشترك. لو خدت الاثنين يبقى اتفضل لي س أس 3 زائد، لو خدت الاثنين يبقى اتفضل لي 1، صح كده؟ طب ما هو ده مجموع بين مكعبين س أس 3 ودول حدين، ممكن احللها ازاي؟ جدع، اللي هي كانت قوس صغير وقوس كبير.
يبقى انا هكتب بقى على طول مره واحده بدل ما اقعد احلل مرتين. س تقول لي -1 واعمل كده شرط تتكسر الاثنين، بس ما تنساش قوسين بعديها قوس صغير وقوس ايه كبير. السين أس 3 يعني تبقى س، والواحد جذر الواحد بواحد، ودي زائد تنزل زي ما هي زائد. اربع في التاني، س في س يعني س أس 2، واحد في واحد يعني واحد. الأخيرة دايما إيه موجب، لكن اللي في النص بتبقى عكس اللي في النص. يعني لو ديت موجب عكسها بتبقى إيه سالب. واحد في س بواحد س يعني س. اللي تحت مقدار ثلاثي أحلله عادي قوسين ويبقى س أس 2 يعني س وس، الاتنين يعني 2 في واحد، الأخيرة موجب يبقى الاتنين زي اللي في النص موجب وموجب. هطير اللي هم شبه بعض اللي مبوظين الدنيا وعاملين أزمة، اللي هو ده مع ده، واعوض بقى. بس اوعى تنسى الاثنين اللي بره دي ما تبقاش غشيم. 2 وافتح قوس، هشيل كل س واحط مكانها -1، فيبقى -1 أس 2 يعني 1، واشيل دي واحط -1، -1 في سالب يبقى موجب 1، وسالب في سالب بموجب، زائد 1. وتحت اشيل الس واحط -1 يبقى -1 زائد 2 بكام؟ ب1. اللي فوق 3 وحيد يعني 3، 2 في 3 ب6 على الواحد ملهاش لازمه، الواحد ملوش لازمه يبقى الاجابه طلعت بكام؟ ب6. تعالى في اللي بعديها. اللي بعديها دي جننت ناس كتير بس انا حليتها في الحصه. المهم لو انت عوضت عن الس تقول لي صفر، فهتطلع بالاجابه ايه؟ 0/0 كده كده ايه. خلاص ماشي. تعالى بقى حلل. هو احنا لسه محللين. لو عندك س أس 2 ناقص 4 تتحلل ازاي؟ قوسين والس أس 2 تبقى س وس، والاربعه 2 و2، والاشارات واحده موجب واحده ايه سالب. طب لو مكان الس أس 2 دي حطيت مكانها س زائد 2 وعليها أس 2 ناقص 4، ما هي نفس الفرق بين مربعين اللي هم قوسين. ايوه الاولاني بدل ما كانت س بقت س زائد 2، وهنا بقت س زائد 2، والاربعه 2 و2، والاشارات واحده موجب وواحده سالب. السالب بقى هيبقى 2 ناقص 2 يعني بصفر، يبقى اتفضل لي س بس. حلو. وهنا 2 و2 4، يبقى انت اتفضل لك س زائد 4 في س. ممكن تكتب الس الاول عادي. في حل تاني اللي هم يفك القوس اللي عليه أس 2 ده، ربع اول ربع تاني، الاول في الثاني في 2 ويبقى مقدار ثلاثي وتحلله هيطلع نفس الناتج برضه. بس دي اسهل يعني. يبقى انا بالنسبه لي اول حاجه هكتب نهايه س تقول لي صفر، ويلا بقى معايا. ده قلنا هنحلله ازاي؟ قوسين اهم، السين زائد 2 يبقى هكتب س زائد 2 وس زائد 2. الاربعه هتبقى 2 و2، 2 و2، واحده موجب وواحده سالب. هنا في س أس 2 وهنا في س، فهاخد س عامل مشترك. خدت س واحده اتفضل لي س زائد، خدت السين اتفضل لي 1. تمام. هنا س 2 ناقص 2 لسه قايلين بصفر، وهنا 2 و2 لسه قايلين ب4، يبقى س زائد 4. طبعا في س فوق مع س تحت، باي باي خلاص كده المساله خلصت. شيل كل س وحط صفر، هيبقى انت عندك 0 زائد 4 ب4، 0 زائد 1 بواحد، 4 على 1 فيها ال4. خلصت المساله، شكرا. تعالى في اللي بعديها. انا بالنسبه لي اول خطوه في حياتي لازم اعملها في التفاضل، لازم اعوض تعويض مباشر. يعني اشيل كل س واحط مكانها صفر. باينه ايه؟ هيبقى 0 زائد 1 بواحد، جذر الواحد يعني 1، 1 ناقص 1 يعني 0. وتحت برضه صفر، موصين بصفر غير معين. اعمل ايه يا باشا؟ خلاص بقى احلل ده جذر. خلاص ما ينفعش احلل. طب اعمل ايه؟ اضرب في المرافق. هتعمل ايه؟ يعني هتموت نفسك؟ اضرب في المرافق. يبقى انت عندك نهايه س تقول لصفر جذر س زائد 1، ايوه اسمع بقى كده مني بالله عليك، ناقص 1 على س. المرافق بتاعها يبقى هضرب فيه مرافق اللي فوق بس. جذر س زائد 1 دي ناقص، خليها زائد 1. واللي تحت نفس الكلام، جذر س زائد 1 زائد 1. واضرب بقى البسط في البسط والمقام في المقام. يبقى اقول نهايه س تقول لصفر جذر س زائد 1 في جذر س زائد 1، ما هو المرافق بيتضرب الاول في الاول والثاني في الثاني. جذر س زائد 1 في جذر س زائد 1 بس زائد 1. سالب في موجب بسالب، 1 في 1 بواحد. واللي تحت يلزقوا جنب بعض بس، س في جذر س زائد 1 زائد 1. تمام؟ هيبقى انت عندك ايه؟ 1 ناقص 1 دي بصفر. هنا في س فوق وفي س تحت يتيجوا مع بعض. شيل بقى كل س وحط صفر يا برنس. فوق مفيش حاجه يبقى 1، وتحت 0 زائد 1 بواحد، جذر الواحد ما هو بواحد، 1 زائد 1 تطلع بواحد على الاثنين اللي هي نص. تطلع الاجابه دي. لو مش مجمع اول مرافق في اختها ايه؟ انت اول حاجه هتشيل كل س وتحط مكانها ايه؟ صفر.
هتشيل كل س وتحط مكانها صفر، مكانها 3، دي 3 فوق كانت صفر خلاص دي 3. بص لو شلت كل س وحطيت 3، 3 زائد 1 4، جذر الاربعه ب 2 و2 ناقص 2 يعني صفر، و3 ناقص 3 يعني صفر. كده كميه غير معينه. عينها بالتفاضل بقى، هتقول له نهايه س تقول لي 3. اكتب الاول زي ما هو جذر س زائد 1 ناقص 2 وتحت س ناقص 3. بضرب في المرافق فوق وتحت، يبقى انا هقول في جذر س زائد 1 زائد 2 على جذر س زائد 1 زائد 2، وبضرب البسط في البسط والمقام في المقام، يبقى هقول له نهايه س تقول لي 3. اضرب بقى دول في بعض، يبقى جذر س زائد 1 في جذر س زائد 1 بس زائد 1، سالب في موجب بسالب، 2 في 2 ب 4، وتحت مالكش دعوه بيهم س ناقص 3 بس في قوس عشان دول حاجتين، في جذر س زائد 1 زائد 2. هنا بالنسبه لي 1 ناقص 4 بسالب 3، يبقى دي بالنسبه لي سالب 3 على طول، فده هطيره مع ده، مفيش حاجه فوق يبقى 1، وتحت اشيل كل س واحط 3، هيبقى 3 زائد 1 ب 4، جذر الاربعه ب 2 زائد 2، تطلع فيها ربع يا برنس. تمام كده؟ تمام كده. تعالى هنا بص بقى، دي شكلها مش مظبوطه، بعيدا ان انت كده كده هتعوض وتطلع صفر على صفر، ده مفيش كلام فيه، بس هي شكلها مش مظبوطه. انا مش متعود احلل 1 ناقص س اس 2، انا متعود احلل س اس 2 ناقص 1، بس خلي بالك ان الطرح غير ابدالي، يعني ما ينفعش ابدل. يعني لما اقول 1 ناقص 5 دي بسالب 4، لكن لما اقول 5 ناقص 1 بتساوي 4، هو نفس الناتج بس حطيت قدامه ايه؟ اشاره سالب. يبقى انت لما تبدل الطرح حط اشاره سالب لان الطرح مش ابدالي. فبص بقى، انا هعمل حركه صايعه، انا لو بدلت اللي تحت، بص كده هقول لك حاجه اهو، نهايه س تقول لي 1، لو بدلت اللي تحت او هبدل اللي فوق كمان، انا عايز اللي فوق يتبدل وتحت يتبدل عشان متعود يبقى الناحيه الثانيه عشان تبقى اسهل معايا بس. فبالنسبه لي اللي فوق هبدله واحط اشاره سالب بره، يبقى جذر، واغير اشارات اللي جوه طبعا، اغير اشارات اللي جوه، هيبقى جذر س زائد 15 ناقص 4. ما هو كده كده بص لو ضربت السالب ده في اللي جوه، السالب في الجذر يديني سالب جذر، والسالب في سالب 4 يديني موجب 4، يبقى كده ما عملتش حاجه. يبقى انت بتشقلب وتحط اشاره سالب بره، وتحت تشقلب وتحط اشاره سالب اهو، يبقى انت عندك س اس 2 ناقص 1، كده في سالب على السالب يبقى باي باي مع بعض، يبقى انا لما بدي اللي فوق واللي تحت ما بحطش اشارات لان الاثنين باي باي مع بعض بيطيروا خلاص، سالب فوق وسالب تحت بيطيروا خلاص. طب تعالى بقى اكمل ازاي يا جول؟ بسيطه، انت عايز ايه بقى؟ انا عايز احلل، مفيش تحليل، طب اضرب في المرافق، ينفع، يبقى هضرب فيه، يا رب تكون دي بقى باينه، جذر س زائد 15 زائد 4 على جذر س زائد 15 زائد 4. استنى اعمل دي باينه ولا مش باينه؟ ايوه والله ينور باينه كده. تعالى بقى معايا، اضرب بقى البسط في البسط والمقام في المقام، يلا بقى كده معايا. بص، جذر س زائد 15 في جذر س زائد 15 بس زائد 15، سالب في موجب بسالب، 4 في 4 ب 16. واللي تحت، اللي تحت انا اصلا ممكن احللها س اس 2 ناقص 1، ممكن احللها اصلا. هحللها ازاي؟ س ناقص 1 في س زائد 1، هتحتاجها على فكره، في جذر س زائد 15 زائد 4. بص اللي فوق 15 ناقص 16 فيها سالب 1، يبقى على طول اخليها سالب 1. هتلاقي س ناقص 1 مع س ناقص 1 باي باي، شكرا، طريق السلامه. فوق مفيش حاجه يبقى 1 يا برنس، وتحت بقى عوض عن كل س بواحد، اشيل السين دي واكتب 1، 1 زائد 1 ب 2 وافتح قوس، وديت اشيل السين دي واكتب 1، 1 زائد 15 16، جذر ال 16 ب 4 زائد الاربعه تنزل، فيبقى فيها 1 على 4 و4 8 في 2 ب 16، يبقى فيها 1 على 16، يبقى الاجابه هتكون مين؟ برنس. انت جاي برنس، حل بايدك يا باشا وهتكسل، الواجب ده مهم مهم مهم، اديني بصور اهو الساعه 3 ولا 4 الفجر لاجلك اهو، يلا معايا، الكلام ده مهم جدا، وانا وعدتك ان كل الفيديوهات هتنزل ان شاء الله كده، كل حصه بحصتها هينزل الواجب باذن الله، بس انت لازم تحل معايا. اول طلع عليا لازم اعوض تعويض مباشر، يعني اشيل كل س واحط مكانها كام؟ 2، يبقى 2 ناقص 3، 2 ناقص 3 على، اشيل الس دي واحط 2 يبقى 2 ناقص 2، 2 ناقص 3 بسالب 1، 2 ناقص 2 بصفر، سالب 1 على الصفر، ده كده مش غير معينه، امال ايه؟ دي كده ملهاش نهايه، يبقى ليس لها نهايه.
شوف بقى السبوره الثانيه اللي تقريبا معظمكم مستنيها، اللي هي فيها ميم ونون والف ولام والمتغيرات ديت جوه النهايات. فيلا نمسح ديت ونشوف السبوره الثانيه. اخر سبوره في الاختيارات، وان شاء الله السبوره الجايه تبقى المقالي ويبقى كده الدرس كله تمام. تعال نشوف السبوره دي بتقول ايه، اللي هي فيها الحاجات اللي انت عايزها اصلا. بيقول لك اذا كانت نهايه السين تقول لي ميم في الكلام ده كله، عايز يجيب الايه الميم بكام، عايز يجيب الميم بكام. اجيبها ازاي يا مستر؟ بص بقى، اول حاجه هي المساله ديت انا هحلل البسط وهحلل المقام. خلاص هي كده كده طلعت لي 5 على 12. انا ممكن اعوض كده عادي، اشيل كل سين واحط ميم واضرب مقصين وهتطلع الناتج، بس لازم اظبطها الاول واشوف مين هيتيهم مع مين عشان لو فيها اصفار مقام. يبقى انا بالنسبه لي اللي فوق ده مقدار ثلاثي بس غير بسيط. تعالى اوريك كنا بنحلله ازاي. لو عندي 2 س اس 2 ناقص س ناقص 3، كنت بتحلل دوت يا اما على الاله يا اما بتمسك الاثنين دي تضربها في الاخر، فتبقى س اس 2 ناقص س ناقص 6 وتحللها قوسين بقى عادي، يبقى س وس. الستة 2 في 3، الأخيرة سالب يبقى الكبير زي اللي في النص والتانية عكسها. كده خلصت؟ لا، أنت ضربت في 2 يبقى لازم ترجع تقسم هنا على الاتنين وهنا على الاتنين. بنعمل الكلام ده لما يكون ثلاثي غير بسيط. 2 على 2 كتير يبقى س زائد 1، وهنا اللي 3 على 2 ما بتطيرش يبقى الاتنين تخش في حضن السين، يبقى 2 س ناقص 3. يبقى القوسين اللي فوق بقوا س س زائد 1 وكمان 2 س ناقص 3. طيب تعال نحل اللي تحت. اللي تحت ده فرق بين مربعين يبقى قوسين 4 س أس 2، يبقى كده بالنسبة لي أول حاجة 2 س 2 س و2 س، والتسعة 3 و3، واحدة موجب واحدة إيه سالب. تلاقي بقى أصفار المقام طابت إيه، أصفار البسط والمقام طابوا مع بعض، اللي هو ده مع ده قشطة. عوض بقى بالميم، عوض بالميم. المفروض الناتج بيقول لك بيطلع ب 5 على 12. أشيل كل س وأحط مكانها ميم، ففوق يبقى ميم زائد 1 وتحت يبقى 2 ميم زائد 3. شلت السين وكتبت ميم، شلت السين وكتبت ميم. اضرب بقى كده مقص، اضرب مقص هتلاقي الدنيا اتظبطت ان شاء الله يعني. هضرب الايه ال 12 في كل اللي فوق او الخمسه في كل اللي تحت، مش فارقه من البدايه بس انا بحب ابدا من الكبير. 12 في ميم ب 12 ميم، و12 في 1 ب 12. الكلام ده بتساوي 5 في كل اللي تحت، 5 في 2 ميم يعني 10 ميم زائد 5 في 3 ب 15. هبسط، هودي الميم جنب الميم والرقم جنب الرقم. دي 10 ميم بالموجب تروح هناك بالايه بالسالب، ودي 12 بالموجب تروح برضه هناك بالسالب. يبقى 12 ميم ناقص 10 ميم بتساوي 15 زائد او ناقص بقى، يعني بالموجب تروح بالناقص ب 12. حلو، يبقى انا عندي 12 ميم ناقص 10 ميم فيها 2 ميم بتساوي 15 ناقص 12 فيها 3. او مقسم هنا على الاثنين وهنا على الاثنين فده يتيهم مع ده، يبقى الميم تطلع ب 3 على الاثنين. انا كده جبت الميم، يبقى الميم عندك طلعت ب 3 على الاثنين اللي هو الاختيار الاول. تمام، ركز في التركات دي. عايز نعيدها لك تاني؟ طب ما تعيد انت الفيديو يا ماسخ يا ماسخ، ما انت عندك الفيديو. عايز نعيد تاني؟ انت فاكر نفسك في الحصه؟ ما هو عيد تاني الفيديو، رجع سنه وبص عليه تاني. يبقى انا القصه كلها ان انا حللت البسط والمقام، طيرت وبعد كده عوضت بالميم. يعني لو دي كانت بواحد كنت هشيل كل سين واحط واحد، دي لو كانت باتنين هشيل كل سين واحط اتنين، طب دي لو بميم شلت كل سين وحطيت مكانها ميم، ضربت مقص جبت الميم بكام والموضوع ايه خلصان. تعال نبص دي نفس الكلام بس دي على حاجه تانيه. هو هنا ايه اللي بيدوني بقى؟ هنا اللي هو عايزه موجود في المقام، مش موجود هنا، موجود في المقام. بص بقى، هي المفروض المساله دي ليها نهايه، طلعت بكام؟ طلعت ب5. تمام، المفروض بقى لو انت عوضت بالواحد ده في كل اللي فوق هتطلع بصفر، يبقى اكيد لما عوضت في كل اللي تحت طلعت بكام؟ بصفر. اشمعنى؟ عشان طلعت صفر على صفر، بعد كده طير وايه اللي حصل؟ بس ما حصلش حاجه، طلعت بقى بعد كده لما عوضت طلع ب5. شيء المساله في البدايه بتطلع صفر على صفر كميه غير معينه. لو عوضت في البسط طلعت بصفر، شيل كل سين وحط واحد 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 تطلع بصفر. طب يبقى اكيد المقام كمان طلع صفر، يعني هعوض في المقام اقول 1 زائد الف، الكلام ده طلع بصفر صح كده؟ عشان تجيب الالف وادي دي بعكس الاشاره، يبقى الالف بتساوي -1. خلاص خلصت. اقول لك على حاجه احسن، بص كمان
هو المفروض يطلع في البدايه صفر على صفر. كنت بعرف منين اصفار المقام؟ كنت بقول س واقول عكس الرقم ده واحد، عكسه يبقى سالب واحد. يبقى المفروض في المقام تحت س ناقص واحد، السين موجوده، يبقى الالف دي مكانها كام؟ سالب واحد. اهي براحتك، هاتها بالطريقه اللي تعجبك، المهم تجيب الالف بسالب واحد صح. ماشي، او ايا كان بقى الناتج على حسب المساله. طب تعالى تاني زيها هنا. بص، بيقول لك النهايه دي ليها وجود. لو انت بصيت عوضت تحت، مش معنى تعوض تحت عشان تحت مفيش رموز، فوق بس اللي فيه رمز الف اللي هو عايز الالف. لو عوضت تحت شلت السين وحطيت 2 هيبقى 2 ناقص 2 بصفر، يبقى اكيد اللي فوق برضه طلعت بصفر، اكيد اللي فوق طلعت بصفر، فطلعت صفر على صفر. بعد لما حلل طير طلعت الباقي ايه؟ بقى ليها وجود. خدت بالك؟ يبقى انا اعمل ايه؟ بص، زي ما لو عوضت تحت هتطلع بصفر، فهعوض فوق واقول بتساوي صفر. يبقى هقول 2 اس 2 يعني ب 4 ناقص 4 الف بتساوي صفر. ما هو المفروض اللي فوق يطلع بصفر وتحت بصفر الاول، هو تبقى الكميه غير معينه. حل بقى المعادله عادي. احلها ازاي؟ معادله عادي عايز اجيب الالف، دي 4 بالموجب تروح بالسالب، يبقى سالب 4 الف بتساوي سالب 4. اقسم على السالب 4 وعلى السالب 4، فدي تيجي مع دي، يبقى الالف بتساوي سالب 4 على سالب 4 فيها الواحد، يبقى الالف طلع بواحد بكل بساطه. اهي دي المسائل اللي روشاك انا عارف، دي بقى تبوش اكتر واكتر. نهايه السين تقول لسالب واحد في الكلام ده كله تطلع بتلاته. طيب بص يا برنس، اول حاجه انا عايز اخليك صاحب مبدا، ايه هو؟ بص، انا هقول نهايه السين تقول لسالب واحد. حلو، المقام ده بسم الله يتحلل، ماشي كده، عشان هي طلعت ناتج، اكيد كان في اصفار وطيب، وبعد ما طيب عوض طلعت بتلاته. هحلل المقام، هتبقى س ناقص س وس، واحد وواحد، واحده موجب واحده ايه؟ سالب. بص بقى، هي اصفار المقام او اصفار البسط والمقام بجيبها من هنا، اللي هي اصفار الداله يعني. هقول س وديت سالب واحد عكسها موجب واحد، يبقى المفروض يكون موجود فوق س زائد واحد، وموجود تحت اهي س زائد واحد عشان يتيجوا مع بعض. يعني ايه؟ طب اللي فوق ده مش هينفع يتحلل، لانه س اس 2 زائد ك زائد م، وانا ما اعرفش الكاف والميم بكام اصلا. خلاص، يبقى انا هكتب ان فوق دي كاني حللته س زائد واحد، دي هتطلع كده كده لازم تطلع، ما كده كده لازم تطلع عشان يتيبوا وتتحل المساله. وهفرض بقى التاني س زائد ك، كاني حللت الاثنين. الكلام ده المفروض يطلع بكام؟ بتلاته. خلاص كده، يبقى تاني اللي فوق ده انا ما اعرفش سكته ايه، عايز تسمي دي كاف ماشي، عايز تسميها اي رمز تاني سميها مثلا لام، عشان ما تلخبطش من دي ودي، عشان ما تقوليش جت منين، دي حاجه ودي حاجه، انا ماليش دعوه بالكاف والميم اللي فوق دول. ماشي كده، يبقى انا كده عندي المعامل الاول تمام، س زائد واحد ده كده كده ليه؟ عشان يتيجوا مع اللي تحت. طب التاني اي حاجه المفروض اي حاجه وانت كانك ما تعرفوش، خلاص ماشي. طب وبعدين هتلاقي ده طار مع ده، كده المفروض الاصفار طار. اعوض بقى، اشيل كل س واحط مكانها ايه؟ سالب واحد. يبقى انا بالنسبه لي سالب واحد زائد لام على، اشيل السين دي واحط سالب واحد ناقص واحد، الكلام ده بتساوي ايه؟ بتساوي 3. صح كده؟ صح كده. طبعا دي ملهاش مقامها واحد، سالب الواحد وسالب واحد بسالب 2، اضرب كده مقص واحد في كل اللي فوق، يبقى سالب واحد زائد لام بتساوي 2 في سالب 3، 2 في سالب 2 في 3 بسالب 6. وده بعكس الإشارة، يبقى يطلع كده بالنسبة لك اللام بتساوي سالب 6 زائد 1، يعني تطلع بسالب 5. كده أنا جبت اللام، واحدة واحدة بقى عليا، واحدة واحدة عليا. هو أنا بالنسبة لي المقدار اللي فوق ده اللي هو كان س أس 2 زائد ك س زائد م، أنا افترضت إن هو حاجتين. الحاجة الأولى كانت س زائد 1، الحاجة التانية كانت س زائد لام، واللام طلعت بسالب 5، طبعا موجب في سالب بسالب، قشطة. بص بقى، يعني المفروض ده هو ده. طب ايه رأيك تضرب دول في بعض عشان بيبقى بالشكل ده؟ ازاي؟ بص، ده انا ماليش دعوة بيه، هضرب دول في بعض، ده في الأول وفي التاني، هضرب في كل هناك زي أولى إعدادي، س في س بس أس 2، س في سالب 5 بسالب 5 س. طيب واحد في كل هناك، واحد في س بواحد س، واحد في سالب 5 بسالب 5. الاثنين اللي في النص دول ينفع اطرحهم عادي، س اس 2 سالب 5 زائد 1 على الآلة يا بصمجي بتاع تانية ثانوي، سالب 5 زائد 1 بسالب 4 س ناقص 5. المفروض ده هو ده، هو الاثنين زي بعض. طب الس اس 2 نفس الس اس 2، هنا السين نفس السين،
السين دي جنبيها كاف وهنا جنبيها كام؟ سالب 4. يبقى كده الكاف تطلع بسالب 4 يا ابن الجنيه. طيب بص، الرقم اللي واقف لوحده المتطلق ميم، وهنا المتطلق كام؟ سالب 5. يبقى الميم بتساوي سالب 5 يا ابن الجنيه. جبت الكاف وجبت الايه؟ الميم. هو عايز مني ايه؟ كاف زائد ميم. الكاف بسالب 4 والميم بسالب 5. سالب 4 وسالب 5 سالب 9 يا ابن الجنيه. لا بقول لك ايه، اتفرج على المساله دي مره واثنين وثلاثه واظبطها، عشان المساله دي من المسائل المهمه جدا 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 والتقيله على معظم الطلبه، ودي ابسط طريقه لحلها. في طرق تانيه كتير بس مجعلصه، ديت اسهل طريقه لحلها. فبالله عليك اظبطها معايا عشان المساله مش صعبه. اظبطها، اتفرج عليها تاني، حلها بايدك، شوف انت تمام فيها ولا مش تمام. يلا نشوف سبوره المقالي. يلا بقى يا برنس، وصلنا لسبورة المقالي اللي في ناس كتير جدا عايزه تعرف النواتج بتاعتها ايه. يلا نبص عليها ونشوف الدنيا. اول حاجه لو جيت تعوض، خلاص طلعت المساله بصفر على صفر. عوض بقى انت، شيل كل سين وحط 4 تحت، بين ايه؟ 4 ناقص 4 بصفر، وفوق لو شلت كل سين وحطيت 4 هتطلع بصفر. يلا بقى معايا، طالما طلعت صفر على صفر اتجه للتحليل. يبقى س ناقص هقول 4. حلو، اللي فوق مش هيتحلل، تمام، عشان س اس 3 بعديها س، ده ما عنديش نوع من التحليل بيقول ده، فهحلها بالاسم التركيبيه او الاسم المطوله. المهم ان انا عندي الاصفار هي س وباخد عكس دوت، دي 4 عكسها سالب 4، ده اللي هيطير من فوق من تحت. تحت باين اهو س ناقص 4، يبقى المفروض يظهر لي فوق س ناقص 4 عشان ده يطير مع ده. في قوس تاني بقى عايز اعرف هيظهر بكام، ده اللي هجيبه بالاسم، ده اللي هجيبه بالاسم. خلاص يلا نجيبه بالاسم. كنا بنعمل الهمزه ديت كده ونكتب هنا 4 وبنكتب معامل س اس 3 ومعامل س اس 2 ومعامل س ولحد المتطلق. بص، السين اس 3 مش جنبها حاجه على واحد، السين اس 2 مفيش اصلا س اس 2 يبقى صفر، السين بس جنبها سالب 15 والحد المطلق بسالب 4. اشد خط وانزل الاول زي ما هو، تمام، 1 وبعد كده بضرب وبجمع. 1 في 4 ب4، بجمع 0 زائد 4 ب4، اضرب 4 في 4 ب16، سالب 16 سالب 15 زائد 16 ب1. 1 في 4 ب4، سالب 4 زائد 4 صفر، طالما طلعت صفر يبقى انا صح الحمد لله. طب اعمل ايه؟ بمسك الرقم الاول ده اللي هو الواحد احط جنبيه س اس 2، الرقم الثاني ده احط جنبيه س ودوت اكتب جنبيه 1، الواحد ينزل زي ما هو. طبعا السين اس 2 ملهاش لازمه الواحد جنبيها، يبقى انت عندك القوس الثاني س اس 2 زائد 4 س زائد 1. لو بصيت ان ده يتم مع ده خلاص. وبعد كده بقى قول لي يعني ايه السين ب4؟ اشيل السين واحط مكانها 4. عوض كده بقى معايا اهو الاخر بقى، اشيل السين دي واكتب 4، 4 اس 2 يعني 4 في 4 ب 16 زائد، انا بكتب الناتج تحت عشان مفيش مكان هنا، زائد 4 في س 4 في 4 ب 16 برضه زائد 1، دول كلهم بكام؟ ب 33، يبقى المساله كلها ب 33. تعال نفس الكلام دي هنا، لو جيت تعوض فوق وتحت هو سالب 1، سالب 1 زائد 1 يعني صفر، وتحت سالب 1 زائد 5 ب4، جذر الأربعة ب2 و2 ناقص 2 بصفر، يبقى بالتعويض المباشر تطلع صفر على صفر. طبعا المسألة دي فيها جذر فما بتتحللش، أمال بنعمل إيه؟ بنضرب في المرافق. يبقى أنا هقول كده نهاية السين تقول لسالب 1 وأعمل شوط الكسر، س زائد 1 على جذر س زائد 5 ناقص 2. هضرب في المرافق فوق وتحت، يبقى أنا هضرب في المرافق جذر مرافق اللي فيه جذر س زائد 5 زائد 2 وتحت جذر س زائد 5 زائد 2. اضرب بقى كده معايا، اللي هم متوافقين بس اللي بضربهم واللي مش متوافقين بنزلهم زي ما هم جنب بعض، يعني اللي فوق دول مش متوافقين فهنزلهم جنب بعض، س زائد 1 تمام في جذر س زائد 5 زائد 2، ده اللي فوق. في مشكلة؟ اللي تحت بقى متوافقين هضربهم في بعض، كنا بنضرب الأول في الأول والتاني في التاني، جذر س زائد 5 في جذر س زائد 5 تديني س زائد 5، سالب في موجب بسالب، و2 في 2 ب4، 5 ناقص 4 فيها 1. طبعا لو انت بصيت هتلاقي فوق س زائد 1 مع س زائد 1 يتيجوا مع بعض. عوض بقى، يعني ايه س بسالب 1؟ اشيل الس واكتب مكانها سالب 1، طبعا المقام ملوش لازمه،
دي مكانها سالب واحد، سالب واحد زائد 5 ب4، جذر الأربعة ب2 زائد 2، 2 و2 تطلع ب4. خلاص كده مفيش مشكلة؟ مفيش مشكلة، الموضوع سهل. دي هنا اللي فوق ده ينفع يتحلل، هو كان س أس 4 ناقص 21 س أس 2 زائد 20 س. في س س س، ممكن اكتب س عامل مشترك، خدت من دي س بقى س أس 3 ناقص 21 س، خدت منها دي س أس 2، خدت س اتفضل لي س بس، زائد 20 خدت السين خلاص 20 بس. تمام كده ما فيهاش اي مشكله. ده مش هينفع يتحلل فهعمله بالقسمه التركيبيه. يبقى انا بالنسبه لي اقول نهايه س اقول 4 تحت س ناقص 4، اهي دي اصفار اللي هتطير. تمام. فوق في س اهي من التحليل، وكمان ده لما احلله هيطلع منه اجبار س ناقص 4. اشمعنى؟ عشان ده يطير مع ده. وفي قوس تاني هيطلع بس هيطلع بالتحليل لما احللها بقى بالقسمه التركيبيه. يبقى انا هعمل القسمه التركيبيه او القسمه المطوله اهي. هكتب هنا 4 واكتب بقى معامل س أس 3 بواحد، معامل س أس 2 مفيش اصلا، معامل س بس سالب 21، والحد المطلق ب 20. شد خط ونزل بقى. اول حاجه الواحد ينزل، اضرب 1 في 4 ب4، 0 زائد 4 ب4، 4 في 4 ب 16. يبقى انا كده بالنسبه لي الموضوع تمام. سالب 21 زائد 16 5، 5 في 4 لا سالب 5، سالب 5 في 4 بسالب 20، دول مع بعض بصفر. طالما طلع بصفر يبقى الحمد لله انا صح. جنب دي بحط جنبيها س أس 2، الواحد ملوش لازمه، و4 س وبعد كده ناقص 5. يبقى انا كده بالنسبه لي اللي طلع لي س أس 2 زائد 4 س ناقص 5. طبعا ده هيطير مع ده، صح كده؟ صح كده. يبقى انا بالنسبه لي اعوض عن كل س واكتب مكانها 4. يبقى انا كده بالنسبه لي اعوض لك تحت اهو، يبقى 4 السين اللي بره دي هتنساها ب4 وافتح قوس 4 اس 2 يعني 4 في 4 ب 16 زائد 4 في 4 ب 16 ناقص 5 بس، وطلع الناتج بقى عادي ما فيهاش اي مشكله. يبقى الموضوع بالنسبه لك سهل. طلع معاك الناتج بكام؟ رقم 3 ب 108، رقم 3 ب 108، دي طلعت ب 108 عشان لو انت بس ما تحل حاجات غلط. يبقى انت معاك الناتج النهائي اهو. خلاص دخل دول على الآلة تطلع ب 108، الموضوع خلص اهو. ماشي يعني سهلة، الحمد لله سهلة. تعال بص بقى على دي، تعال بص على دي. أول حاجة لو جيت تعوض عن كل س بسالب 2 فهتطلع معاك بصفر على صفر، هتطلع معاك بصفر على صفر. يبقى أنا بالنسبة لي أدي الصفر على صفر أهو. هجرب أحلل البسط والمقام، بس خلي بالك وأنت بتحلل خلي عندك مبدأ، فاهم إيه اللي هيطير؟ اللي هيطير س زائد 2. ما هي دي س ناقص س تقول لي سالب 2، بكتب س واخد دي بعكس الاشاره، دي سالب 2 عكسها موجب 2. يلا بقى كده معايا، يبقى اقول نهايه س تقول لي سالب 2 واعمل شوط الكسر. احلل البسط عادي، يبقى بالنسبه لي قوسين وس وس، وخلي بالك الاربعه 2 و2 والاشارات الاثنين موجب زائد في النص. ده كده في مشكله، خلي بالك كده في 2 ظهروا س زائد 2، في 2 يبقى لازم تحت يظهر 2 س زائد 2 عشان يطيروا، لان لو واحده طارت هتطلع بصفر الثانيه، يبقى انا كاني ما عملتش حاجه، انا بس بديك خلفيه ايه اللي هيطلع تحت. اللي تحت ده س اس 3 س اس 2 س والحد المطلق، ده هحله بالقسمه التركيبيه. بس خليك شواف قبل ما تحل، في عامل صفر س زائد 2 عشان يطير ده مع ده، وفي بقى قوس تاني المفروض يطلع، نشوف بقى قوس تاني يطلع ازاي. انا هعمل كده اهو، هنا دي سالب 2 اهي، وبعد كده هكتب المعاملات اللي جنب س اس 3 1، اللي جنب س اس 2 1، اللي جنب س بس سالب 8، اللي جنب المطله ديت سالب 12. قشطه. بعد كده اعمل ايه؟ ولا اي حاجه، شد خط نزل اول زي ما هو 1، 1 في سالب 2 بسالب 2، 1 وسالب 2 يبقى انا بالنسبه لي سالب 1، سالب 1 في سالب 2 ب 1، سالب 8 و1 بكام؟ سالب 7. يبقى انا بالنسبه لي سالب 7 في سالب 2 تطلع ب 14. كده انا غلطت في حاجه، انا عملت قدامك اهو كده في غلط في حاجه. ليه؟ ما ينفعش، لازم دول يطلعوا بصفر، يبقى في رقم غلط، يا اما كاتبه في المساله يا اما انا غلطت في حاجه.
كده هي طلعت عادي، هي عشوائي ما فيهاش، مش عيب. اهم حاجه تعرف انت غلطت في ايه. يبقى نبص على المساله تاني، جايز تكون انا قلتها غلط. رقم 4 س أس 3 وس ناقص 8 ناقص 12، كده المساله صح. يبقى انا اللي كاتب حاجه غلط. تعالى كده معايا، رقم 4 يا سيدي هتبقى 1 سالب 2. اهي بص بقى، بص الغلطه فين، بص بقى اهو بص بقى كده اهو. امسح ده وامسح ده، عيد القصه من تاني. سالب 2 في سالب 1 في سالب 2 في سالب 2. اهو اكتشفت الغلطه بتاعتي، عادي مش عيب ان انا اغلط، بس العيب ان انا اعرف ان انا غلطت ولا لا، وانا شغال اهو. جت عشوائي الحمد لله، مش همسحها ومش همنتجها، هسيبها كده عشان تعرف لو غلطت تعمل ايه. اهو راجعت المساله لقيت نفسي ان هي قلتها صح. بصيت بقى هنا، سالب 1 في سالب 2، انا كنت كاتب هنا 1 غلط. هو سالب 2 سالب 1 في سالب 2 ب2، كنت انا كاتبها 1 غلط، بوظت الدنيا خالص. شفت الدنيا باظت بسبب ايه؟ هي كانت 1، هي 2، كتبت انا 1. سالب 6 و2 بكام؟ سالب 8 و2 بسالب 6. الساعة بقى 5 الفجر وانا بصور لك الفيديو. طيب سالب 6 وسالب 2 ب 12، بقت السالب 12 و12 صفر. كده انا صح، كده انا اطمنت وانا صح. كده خلاص كمل بقى عادي. اول حاجة بحط جنب ده س أس 2 اهو، 1 س أس 2 ناقص 1 س، الواحد ملوش لازمة اصلا ولا هنا ولا هنا. وبعد كده سالب 6. خلي بالك ده مقدار ثلاثي، ممكن تحلله قبل ما تنزله، اللي هو قوسين وكسر الاول والاخير. يبقى س أس 2 س وس، الستة 2 و3، الأخيرة سالب، يبقى الكبير زي اللي في النص سالب والتاني عكسها، هوب ظهر س زائد 2 تاني. يبقى س زائد 2 وافتح قوس كمان س ناقص 3. س ناقص 3. طيب بقى يا برنس، طيب بص، س زائد 2 مع س زائد 2 والس زائد 2 مع س زائد 2. كده تمام. فوق عوض بقى عن كل س بسالب 2. فوق مفيش حاجة يبقى 1، وتحت هشيل السين واحط سالب 2. سالب 2 ناقص 3، سالب 2 ناقص 3 يبقى فيها 1 على سالب 5، او السالب 5 يطلع فوق عادي مش مشكله. وفعلا طلعت معانا هنا قبل ما احلها 1 على سالب 5، يبقى انا كده تمام. يبقى انت شفت لو غلطت عادي اغلط، بس تكون عارف ان انت غلط فتقدر تعدلها بكل سهوله زي ما جت عملي قدامك اهي. في اي مشكله؟ تعال نشوف السبوره اللي بعديها، في سؤالين مقالي والدرس الجاي اللي هو البيان. بنس نبص على السبوره اللي قبل الاخيره، السبوره ديت، وفي هنا كمان حطيت لك فيها رسومات، وفي 3 رسومات كمان، ويبقى كده الدرسين فينش والحمد لله. ادعي لي بقى. بص تعالى هنا نشوف. اول حاجه عوض، هيطلع 0 على 0، مش هفضل اضيع وقت فيها كتير بقى، خلاص طلعت 0 على 0، يعني كميه غير معينه. بعدين بقى عم الجون لا ولا قبلين، هنحلل بقى. بس قبل ما تحلل تعالى بص، هو بسم الله اللي فوق كده كده مش هيتحلل، خلاص كده كده مش هيتحلل، ده هيتحلل بالقسمه التركيبيه، عشان س أس 3 س أس 2 س 4 حدود دول، خلاص تمام. بس انا عارف ومقتنع ان هيطلع فوق س ناقص 1. ليه؟ ما هي دي س اكتبها ودي عكس ديت سالب 1. اللي تحت بقى س أس 3 ناقص 2 س أس 2 زائد س، في س هنا وهنا وهنا، فممكن اكتب س عامل مشترك وافتح قوس، س أس 3 بقت س أس 2 ناقص 2 س زائد 1، خدت الس دي اتفضلي 1. تمام. ده ممكن يتحلل على فكره، ما هو انا اصلا لازم يظهر لي س ناقص 1، فما ظهرتش يبقى لازم احلل تاني. الس دي بقى ماليش دعوه بيها، دول مقدار ثلاثي احلله عادي. الس أس 2 يعني س وس، والواحد 1 و1، الاخيره موجب يبقى الاثنين زي اللي في النص سالب وسالب. ده ظهر 2، يبقى خلي بالك طالما ظهر 2 لازم يظهر فوق 2 عشان يطيروا، ماشي. يبقى تحت س في س ناقص 1 في س ناقص 1. اعمل لي بقى اللي فوق بالقسمه التركيبيه اهو، هبعد تحت شويه كده اهو، هنا 1 هكتب ال1، وبعد كده معامل س أس 3، س أس 3 ب1، معامل س أس 2 بسالب 5، معامل الس ب7، والحد المطلق بسالب 3. انزل الاول زي ما هو، بنزل الاول زي ما هو 1، بضرب واجمع بضرب واجمع، يلا معايا. 1 في 1 ب1، سالب 5 زائد 1 بسالب 4، سالب 4 في 1 بسالب 4، 7 وسالب 4 ب3، 3 في 1 ب3،
سالب 3 زائد 3 بصفر. طالما طلعت صفر انا اطمنت كده، انا اطمنت الحمد لله. وبعدين هقول الاول ده احط جنبيه س اس 2، يبقى 1 جنبيه س اس 2، 1 ملوش لازمه، ناقص 4 س زائد 3. خلي بالك ده ينفع يتحلل، حلله ماشي. يبقى انا هحلله قوسين قد بعض، س وس والتلاته 3 و1 الاخيره موجب، يبقى 2 سالب في النص سالب وسالب. ظهر الس ناقص 1 تاني اهو زي ما قلت لك. يبقى انا بالنسبه لي اللي هكتبه هنا س ناقص 1 في س ناقص 3. س ناقص 1 مع س ناقص 1 باي باي، س ناقص 1 مع س ناقص 1 باي باي. عوض بقى، اشيل كل س وحط 1. هشيل الس دي واكتب 1، 1 ناقص 3 بسالب 2. هشيل الس دي واكتب 1، يبقى سالب 2 على 1 فيها السالب 2، وكده المساله المترشمه خلصت. طيب تعالى اللي بعديها. ايه اللي بعديها؟ اللي بعديها عوض عن كل س بصفر، فباينه خالص ان هي هتطلع صفر على صفر. تمام زي الفل، يبقى كميه غير معينه، فل الفل. بص بقى يا برنس، دوت فيها جذور، طالما فيها جذور على طول وش اضرب في المرافق على طول. يبقى انا هقول نهايه س تقول لصفر. الاولاني زي ما هو، جذر 3 ناقص 2 س ناقص جذر 3 على س. هضرب في المرافق فوق وتحت، فوق وتحت. يبقى هضرب فوق جذر 3 ناقص 2 س زائد جذر 3، وتحت جذر 3 ناقص 2 س زائد جذر 3. وبضرب بقى البسط في البسط والمقام في المقام. يلا بقى معايا. يبقى انا هقول نهايه السين تقول لصفر، اضرب معايا. انا بضرب المتوافقين بس اللي هم فيهم جذور فوق وتحت. يبقى جذر س، جذر 3 ناقص 2 س في جذر 3 ناقص 2 س ب 3 ناقص 2 س، يديني تحت الجذر سالب في موجب بسالب. جذر 3 في جذر 3 ب 3 مش ب9، اوعى تعملها ب9 يا بصماجي، يا بصماجي. جذر 3 في جذر 3 ب3 اللي انت قصدك عليها 3 في 3، لكن دي جذر 3. اللي تحت س وافتح قوس واكتب التاني بقى، جذر 3 ناقص 2 س حلو زائد جذر 3. خلاص مفيش مشكله. بص بقى فوق في 3 ناقص 3 يطيروا مع بعض بصفر، حلو. وفي س فوق وفي س تحت يطيروا مع بعض، يبقى اتفضل لي ايه؟ اتفضل لي سالب 2 فوق. وعوض بقى عن كل س بصفر، السين اصلا بصفر، يبقى السين دي اصلا بصفر، صفر في 2 بصفر خلاص. يبقى اتفضل لي تحت جذر 3 زائد جذر 3، فيطلع معاك بسالب 2 على 2 جذر 3. الاثنين تيجوا مع الاثنين يبقى فيها سالب 1 على جذر 3. بس لو دخلتها على الآلة ليها تبسيط تاني، يعني لو كتبت على الآلة كمان سالب 1 على جذر 3 هتطلع بسالب جذر 3 على 3. الاثنين زي بعض صح، دي او دي صح، الاثنين صح. يبقى كده بالنسبه لك الاسئله المقالي بتاعت الدرس الاول كلها تمام. تعال نبص على الدرس ده. اول حاجه هو عايز داله الواحد، وداله الواحد باليمين وداله الواحد بالشمال ونهايه داله الواحد. كنا بنيجي عند الواحد في السين وبنعمل خط. حلو. مبدئيا داله الواحد دي مالهاش دعوه بالتفاضل، دي ليها دعوه معرفه ولا مش معرفه، ولو معرفه بكام. اول حاجه لو جيت عند الواحد مشيت عند الخط الاحمر ده مفيش حاجه اصلا مقفوله، كلهم مفتوحين. طالما مفتوحه كنا بنقول عليها غير معرفه. طيب يعني ايه داله واحد من على اليمين؟ يعني هاجي من على يمين الرسمه وافضل ماشي تمام كده لحد ما اوصل الخط الاحمر. بص من على اليمين الخط ده قسم لي الرسمه نصين، نص يمين ونص شمال. هاجي من على اليمين وافضل ماشي 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 لحد الخط الاحمر. دي كده النقطه دي واقفه فين؟ عند الصاد فيها 3، يبقى داله الواحد من اليمين طلعت ب3. تعال نجيبه من الشمال، هفضل ماشي 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 لحد هنا، لحد الخط الاحمر يوصلني عند كام في الصاد؟ 2، يبقى طلعت ب2. هل الداله اليمنى بتساوي اليسرى؟ لا، يبقى دي اسمها النهايه غير موجوده، او ممكن تقول ليس لها نهايه. ليس لها نهايه بصمجي، ما ملهاش نهايه يعني مش موجوده، ما هي ملهاش، ما مش موجوده، الاثنين زي بعض. طب تعال نشوف دي. عايز يجيب داله الواحد، وداله الواحد من اليمين الشمال الاول، بعد كده من اليمين وبعد كده داله الواحد النهايه. خلي بالك هو قال لك اصلا عايز نهايه السين تقول له واحد، انت لازم تجيب الاثنين دول، انت لازم تجيبها من اليمين وتجيبها من الشمال. المهم انا هاجي عند الواحد واعمل خط. حلو قوي. بص داله الواحد دي مقفوله، دي مفتوحه، مقفوله عند مين؟ مقفوله عند الواحد، يبقى داله الواحد طلعت بواحد. عايز اجيب داله واحد من الشمال، انا الخط اهو في شمال وفي يمين،
هفضل ماشي من الشمال لحد ما اوصل للخط الاحمر، افضل ماشي، وصلت الخط الاحمر، وصلت عند مين ديت؟ 2. يبقى داله الواحد من الشمال طلعت ب2. طب عايز اجيب داله الواحد من اليمين، هفضل ماشي 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 لحد الخط ده، وصلتني عند الواحد. يبقى داله الواحد من اليمين ب1 وداله الواحد من الشمال ب2. هل الاثنين بتساوي بعض؟ لا، يبقى النهايه ليست لا نهايه، ملهاش نهايه. كده بالنسبه لك الموضوع تمام. في 3 بس مسائل تاني رسومات، نمسح السبوره دي ونبص في السبوره الثانيه. اخر سبوره الحمد لله في الدرسين، الحمد لله في اخر 3 مسائل، كل مساله تاخد دقيقه وخلاص، او اخر 5 دقايق ونمشي يا عم خلاص خلصت. انا عايز اجيب داله الثلاثه، وداله الثلاثه من اليمين والشمال ونهايه الثلاثه كلها. هقوم جاي عند الثلاثه اهو، وعامل خط فوق وعامل خط تحت. ماشي. هي داله الثلاثه هشوفها مقفوله فين؟ هنا مفتوحه وهنا مفتوحه ومقفوله في النقطه المظلله دي. النقطه دي توديني عند كام؟ 1. يبقى داله الثلاثه طلعت ب1. عايز اجيب داله الثلاثه من يمين او نهايه الثلاثه من يمين. يمين الخط افضل ماشي 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 لحد ما اوصل للخط، اشوفها كام عند الصاد، تنزل بكام عند الصاد؟ 3. يبقى داله الثلاثه من يمين طلعت ب3. تعال نجيب الثلاثه من الشمال، هفضل ماشي 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 لحد الخط. الخط ده واقف في كام عند الصاد؟ -1. يبقى طلع ب1. هل اليمنى بتساوي اليسرى؟ لا، يبقى النهايه دي ليس لها وجود او غير موجوده، ليس لها وجود، مش موجوده او ليس لها نهايه، مش فارقه، مش موجوده يا عم، على حسب بقى الاختيار. تعالى هنا، داله الصفر وداله الصفر من اليمين وداله الصفر من الشمال ونهايه الصفر. الصفر ده اللي هو الخط ده، انا عايز بقى اجيبهم ايه؟ بص، داله الصفر هي هنا مفتوحه، مقفوله عند الكام؟ 2 اهو، مظللها لك جامد عند الاثنين، يبقى داله الصفر طلعت ب2. نجيب داله الصفر من اليمين، هفضل ماشي من اليمين لحد ما اوصل للخط، همشي لحد ما اوصل الخط، هنا واقفه كام عند الصاد؟ 1. وداله الصفر من الشمال هفضل ماشي لحد الخط الاحمر اهو، واقفه كام؟ عند ال1. كده اليمنى بتساوي اليسرى، يبقى ليها نهايه ولا ملهاش؟ ليها. طب نهايتها بكام؟ نهايتها ب1 زيهم بالظبط. يبقى لو اليمنى بتساوي اليسرى يبقى ليها نهايه، لو مش بيساووا بعض يبقى ايه؟ ملهاش نهايه. تعالى هنا بقى، عايز 8 حاجات. اول حاجه داله الصفر وداله الصفر من اليمين وداله الصفر من الشمال ونهايه الصفر. ده كده كانه سؤال. انا هاجي عند الصفر اللي هو ده الصفر، يبقى اجي كده كاني جاي على محور الصادات. اول حاجه داله الصفر هي مظلله عند مين؟ مظلله عند ال1، يبقى داله الصفر ب1. داله الصفر بس من اليمين، هفضل ماشي من اليمين لحد ما اوصل للخط، هفضل ماشي 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 لحد الخط الاحمر، وصلتني برضه عند ال1. داله الصفر من الشمال هفضل ماشي 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 لحد الخط، وصلتني عند مين؟ ال4. اليمنى واليسرى ملهاش دعوه مقفوله ولا مفتوحه، والنهايه ملهاش دعوه مقفوله ولا مفتوحه. اللي هي دعوه مقفوله ولا مفتوحه الداله بس، من غير ولا يمنى ولا يسرى. طب كده اليمنى ب1 واليسرى بايه؟ ب4. ليها نهايه ولا ملهاش؟ ملهاش نهايه. طب تعالى نجيب النهايه او الداله عند الاثنين. هاجي عند الاثنين واعمل خط. حلو قوي. هل في حاجه مقفوله؟ لا، كله مفتوح، يبقى كده دي غير معرفه. طيب حلو. تعالى نجيب داله الاثنين من اليمين. من اليمين هفضل ماشي 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 لحد الخط الاحمر، يوصلني عند كام؟ 3. يبقى داله الاثنين من اليمين طلعت ب3. داله الاثنين من الشمال، الشمال ده تقوليش دي يا باشا، لا اهو ده اللي هيوصلني عند الخط الاحمر اللي انا عامله. ماشي، هفضل ماشي 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 لحد هنا، هتوصلني عند كام؟ 3 برضه. يبقى انت كده اليمنى واليسرى بتساوي 3، يبقى النهايه كلها عموما بتساوي كام؟ بتساوي 3. يبقى كده بالنسبه لك الموضوع سهل، الموضوع بسيط، الحمد لله الحمد لله. حلينا واجب كله بتاع اول درسين تفاضل، لما تتفرج عليه هتلاقي الدنيا سهله وبسيطه. اشوفك على خير في السنتر ان شاء الله. السلام عليكم.